السلام عليكم. هاد الصباح تشهيت شي حليوه زوينه ناخذها مع كاس ديال الاتاي. صايبت هاد التشكيل هذا كيجي على شكل هلالي ساهل ورخيص اقتصادي بزاف. ناخذ دابا مقاديره. المقادير ديال الهلاليه ديالنا ساهلين بزاف. غنحتاجو 100 غرام ديال المكسرات، اي مكسرات عندكم في الدار. انا درت اللوز، كركاع، لاكاجو. 100 غرام ديال الزبده، جوج ديال الفرماجات، اي فرماج استعملتو، معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه، 50 غرام ديال السكر كلاصي، معلقه كبيره ديال الزيت، بيضه، طحين حسب الخليط. الطحين اللي غادي يجمع ليا الخليط ديالي هنايا عندي 300 غرام. الا جمع ليا هو هذاك، ما جمعش ليا ممكن نزيد او ممكن نقص. قبل ما نهرمش المكسرات ديالي غادي نحمرهم شويه فوق البوطه ولا في الفران. انا غنحمرهم غادي نصهدهم غير في الفران. نصهد كلشي بلا لاكاجو لانه هذا جا طايب. غنصهدو في الفران اللي غادي يكون سخون شي مده ديال 5 دقائق ونخرجو. من بعد ما تصهدوا ليا طحنتهم، كطحنوا كلشي حتى لاكاجو كطحنوه. دابا نضيفوا العناصر الاخرى على المكسرات ديالنا اللي طحنا. الزبده، بيضه. في الفرماج استعملوا اي فرماج عندكم في الدار، المهم ديروا غير جوج. سكر كلاصي. وغادي نمعك كاع هاد العناصر مع بعضياتهم مزيان حتى يندمجوا ليا كله. كتبقاو كتخلطوا حتى كتذوب الزبده بيديكم والفرماج. صافي نديروا خميره كيماويه ديالنا، نخلطوا. دابا غادي نبداو نضيفوا في الطحين هي تدريجيا حتى تجمع لينا العجينه ونحصلوا على عجين لين. وفي الاخر نقول لكم تقريبا انا شحال وصلت ديال الطحين. صافي راه تقريبا استعملت 300 غرام ديال الطحين باش حصلنا على هذا العجين ديالنا. ناخذ واحد القياس ديال كره صغيره، نديرو كره من بعد نديرو هلاليه. غتلاحظوا انها كتطلق الزيت، راه سي نورمال لان فيها المكسرات هما كيطلقوا الزيت ديالهم. صافي كنبقاو نقادو فيها بحال هكا حتى نديرو واحد الهلال يكون صغير من الجنب. هال ونحطوها في الطاوه ديالنا. بقاو غادي نعاودو نصايبو وحده اخرى. نحاول نصايبوهم قد باش يجيو كلهم نفس القياس. ونحطها حدا اختها. ها هما الهلاليات ديالي من بعد ما ساليتهم كاملين وقديتهم. حاولت انني نديرهم كلهم نفس القياس. غادي ندخل هذا دابا الفران على درجه الحراره 180 اللي غادي نكون اصلا سخنته قبل على نفس درجه الحراره اللي هي 180. ندخلها طيب ونخرج. الحلوه ديالنا من بعد ما طابت لنا وغادي نخليوها حتى تبرد لينا مزيان. نجيبو سكر كلاصي وغادي نبداو كنفندو فيها دابايا. ضروري حتى تبرد لكم مزيان الحلوه عاد تفندو فيها باش ما تشربش لكم السكر. حليوه سهله مهله، مقاديرها قليلين وكيخرجوا لينا بزاف ديال الحبات. كنشكركم بزاف على المشاهده. نتمنى ان هاد الحلوه تعجبكم وراه زوينه بزاف صراحه. الطعم ديالها مع الفرماج وداك المكسرات اللي درنا كيعطي واحد البنه زويونه. تجربوها وتقولوا لي كي جاتكم. غادي نقول لكم بسلامه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. باي باي.